هذه قصة بنت مع أبوه جالسين يتقهوون الصبح. فجأة يدق جوال الأبو ورد على الجوال، طلع خويه قال أنا مطلوب على الدين 80,000 وراعين الدين يبون يسجنونه، ويعلم الله أني ما دقيت إلا عليك أنت وبي فزعتك. بوقتها ما يملك ولا ريال، هو قال أبشر والله بالسعد، ما يملك ولا ريال. قال أبشر ما يصير إلا خاطرك طيب. طبق من خويه، جاي بيدق على خويه الثاني، قالت بنته يبا الرجال دق عليك انت، يبي فزعتك انت، لا تدق على احد ثاني، هو حق يمك، ما دق عليك الا حق يمك الحق والطيب. وانا عندي يا يبا ذهب ولاني بحاجته، والذهب يجيب لي فوق 90,000، ابى ابيعه وبجيك اعطيك فلوس وتدق عليه يجي ياخذ. فقلب وانقزت دمعته من موقف بنته، موقف يعني جته بحز طيبه، يعني هو ما يملك ولا ريال ويبي يدق على خويه، وخويه والثاني ما ادري بعد يسلفوا ولا لا، فبنته جت بالوقت المناسب وانقزت دمعته من موقف بنته. فقال الابيات هذه، فقال ما انتهيت الا على صوت يبشرني بخير، فوقها تنخى يا ابوي انك تلبي مطلبي، كانني بنتك صحيح ولي معك حظ وفير، لا تبيع الجاه تكفى طيعني ابيع ذهبي الفخر، ما هو ملبوس الجواهر والحرير الفخر، لا شفت ابوي منومس الرؤوس عربي.